بعد أن عاشت شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية هذه المشاهد الخارجة عن الإطار الرياضي بين مشجعي منتخبي إنجلترا وروسيا قبل مباراة الفريقين وعلى مدرجات ملعب فيلودروم وبعد نهاية اللقاء أيضا، جاءت ردود الفعل من جميع الأطراف المعنية على ما وصف بمعركة مارسيليا. فقد هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد منتخبي إنجلترا وروسيا من بطولة أوروبا في حال تكرار أعمال العنف، كما أن لجنة الانضباط التابعة له فتحت تحقيقا في الأحداث التي أسفرت عن عشرات الجرحى. ومن جهته أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم ما اعتبره مشاهد مخجلة وغير مقبولة. ومن الجانب الفرنسي أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف منع بيع المشروبات الكحولية في المناطق الحساسة لتجنب تكرار أحداث مارسيليا خلال البطولة. سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع بيع واستهلاك ونقل المشروبات الكحولية بالنسبة للمشجعين بداية من عشية المباريات وفي أيام المباريات، وأيضا عند افتتاح مناطق المشجعين وفي الأماكن الحساسة. وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق بعد العنف الذي حصل في مارسيليا، وعرضت إرسال مزيد من رجال الشرطة إلى فرنسا. وجاءت الإدانة أيضا من وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو الذي يتوقع تلقي غرامة مالية من الاتحاد الأوروبي. ويلتقي منتخب إنجلترا في الجولة الثانية مع نظيره الويلزي في لانس في مواجهة بريطانية بحتة في 16 من الشهر الجاري، في حين تلعب روسيا مع سلوفاكيا في ليل.